أحداث خطيرة شهدتها مباراة المنتخب المغربي الأخيرة أمام السنغال في نهائي كأس إفريقيا. هزيمة قاسية الأسود، ضياع اللقب، وأحداث غامضة خلت جدل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي وبالجماهير المغربية العربية والإفريقية وكذلك العالمية. لكن حديثنا اليوم ماشي على الأحداث اللي شهدتها المباراة في أرضية الملعب، وإنما غنهضروا على الندوة الصحفية اللي كذلك شهدت أحداث خطيرة. وبحكم التوتر اللي عرفته المباراة أجي نشوفوا بعض الوقائع اللي كانوا في الندوة. في البداية غنبداو بالسؤال اللي أثار ضجة كبيرة وسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك ضجة بين الصحفيين الحاضرين في الندوة. أحد الصحفيين سول الناخب الوطني وليد ركراكي على موعد الاستقالة ديالو، سؤال اللي خلق جدل بين فئة قالت أن الصحفي سول بحرقة ديال الوطن والهزيمة القاسية اللي ما تقبلها الشعب المغربي عامة، وأن الصحفي هدر بلسان الشعب. وفئة أخرى اعتبرت أن السؤال قلة احترام المدرب. وأجيو نسمعوا سؤال الصحفي. سيتي ان اوبجيكتيف ماشي غير ديال الوليد بوحدو، مي توت ان بوبل مغربي كان كيتسنى هذه اللحظه اننا غنتوجوا بلاكان من بعد 50 سنه. ولكن اليوم وليد خذلتونا كامل كجروب. اليوم شفنا واحد استهتار كبير في كيفاش ضرب ابراهيم دياز ضربه الجزاء. اليوم شفنا اننا كملنا اديس حيت كيكامل اللي تي ديجا بليسي. شفنا دي شونجمون اللي ما مفهومينش. اليوم وليد لا لوبجيكتيف سيتي دو غاني لاكان. فوقاش تقدم استقالتك؟ واش اليوم ولا حتى غدا في الصباح؟ شكرا. وانتوما شنو رايكم في هذا السؤال؟ واش الركراكي خاصو يقدم الاستقاله ام انه يستاهل يبقى وياخذ فرصه جديده في كاس العالم؟ واش الصحفي عنده الحق في انه يصيغ سؤال بهذه الطريقه ويسول الركراكي على موعد الاستقاله ديالو، ام ان الركراكي خاصو يتحترم على كل ما قدم وان الصحفي كان غلط في الصياغه اللي صاغ بها السؤال؟ دابا اجي نسمعوا تعليق الركراكي على المباراه. دابا قلت لكم لي جامين جو بونس كيل ا لي ليغامون كروزي ان شوك. On dit tu peux pas l'anticiper, c'est pas une blessure musculaire, ça n'a rien à voir d'avoir fini à 10. Le macatif, ça arrive dans le football. On a fait notre changement pour aller gagner le match. Un de nos meilleurs joueurs s'est blessé au ligament. On espère justement que c'est juste que ce ne soit pas les croisés justement et qu'il pourra rejouer au foot rapidement, surtout pour lui. Après voilà, c'est les risques quand les coachs on prend des décisions. ما كتبش الحمزه ما كتبش الفرقان même à 10 on a des opportunités, on a tapé là-bas, on s'est accroché, maintenant à Tlakna, même le public, Barou Ali il n'a pas lâché jusqu'à la dernière minute. Yehdi et les changements après on les a fait par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Talgali a fait une belle rentrée, on a fait rentrer Youssef. ومن بعد مخرج الركراكي زاد التوتر في الندوة مباشرة بعد دخول مدرب المنتخب السنغالي، اللي الدخول ديالو خلى كل الصحفيين المغاربة يغادروا القاعة كرد فعل على تصرفاته في المباراة وقرار الانسحاب اللي واخا تم التراجع عليه ولكن كان سبب مباشر في كل الأحداث اللي شهدتها المباراة.